السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله كما كنتم وأهلا وسهلا بكم. أنا وياكم أحمد من استكان شاي. بهذا التقرير راح نحكي سوا عن رواية أهل البيت عليهم السلام اللي تخص الإمام المهدي عليه السلام، ونفهم شنو يعني بلاد الروم ووين موقع أصبهان وشنو سالفة 16,000 فقيه اللي تذكر الروايات، وشلون الإمام علي عليه السلام وصف النجف في آخر الزمان. رواية الصلح بين الإمام والروم. جاء عن الإمام الباقر عليه السلام قال: تكون بيننا وبين الروم هدنة وصلح أمن. المصدر غيبان الطوسي، الصفحة 455. هذه الرواية تدل أن قسم من الروم يتقربون للإمام حتى نعرف منهم الروم بلاد الروم، الدول اللي كانت تابعة للإمبراطورية الرومية القديمة، يعني تركيا، اليونان، أوروبا الشرقية، قسم كبير من أوروبا الغربية. وبالزمن الحالي العلماء يقولون الروم قرب كله، يعني القوى الغربية اللي نعرفها اليوم. لكن هواي ناس تفكر هي بس أوروما أو إيطاليا، بس لا، المقصود بالروايات أكبر بكثير. وأيضا رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، رواية دخول بعض الروم في الإسلام، رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام حتى يدخل قوم من الروم في الإسلام على يده، تفسير العياشي الجزء 2 الصفحة 60، معناها قسم من القرب يؤمنون بالإمام. رواية أصبهان ودورها قبل الظهور. أصبهان مدينة بإيران كبيرة ومشهورة بالروايات، وتذكرها بسبب وجود منطقة اسمها يهود أصبهان، وتصير بها حركة قوية لليهود قبل الظهور. وبعض الرايات المعادية للإمام تطلع من هنا، يعني تصير مركز مهم قبل الأحداث الكبرى. عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يخرج معه أي الدجال 70,000 من يهود أصبهان. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله في كلام الله تعالى معه في المهراج: ويظهر الدجال يخرج من المشرق من جسستان، أي بمعنى من إيران. روايات عن إيمان غير العرب بالإمام المهدي عليه السلام. أنصاره من غير العرب. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أني أنظر إلى القائم على منبر الكوفة وحول أصحابه 313 رجلا، عدة أهل بدر وأكثرهم من غير العرب. الغيبة للنعماني الصفحة 313. وهذا يؤكد دخول الناس من غير العرب ومن ضمنهم الروم في نصرته. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا خرج القائم لم يبقى بين المشرق والمغرب أحدا إلا وخضع له، ويطهر الأرض من أهل الفساق والدعاة إلى الضلال. بحار الأنوار الجزء 52 الصفحة 353. إذا خرج القائم لم يبقى بين المشرق والمغرب أحدا إلا وخضع له، ويطهر الأرض من أهل الفسق والدعاة إلى الضلال. بحار الأنوار الجزء 52 الصفحة 353. وعندنا رواية ثانية: حتى يخرج من الكوفة 16,000 يدعون الفقه فيقتلهم بين النجف والكوفة. مصدر مختصر بصائر الدرجات الصفحة 187. هذه الرواية بالذات تدل من المتلبسين بالدين مو العلماء الحقيقيين. عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إنها النجف لقطعة من الجنة، وهي محل الرايات الهدى
يوم يقوم القائم. مصدر كامل الزيارات، الصفحة 88. النجف مركز اجتماع الأنصار. عن الإمام علي عليه السلام قال: كأني بالقائم قد خرج من النجف الكوفة ومع لواء رسول الله صلى الله عليه وآله. المصدر غيبة للنعماني، الصفحة 145. النجف تطلع منها راية الحق. روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: يخرج القائم من النجف الكوفة براية رسول الله صلى الله عليه وآله. الغيبة للنعماني، الصفحة 152. وروي عن الباغر عليه السلام قال: كأني بالقائم بين الركن والمقام، يبايعه الناس ثم يصير إلى الكوفة وينزل بين النجف وكربلاء. الغيبة للطوسي، الصفحة 459. روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: ويسير إلى الكوفة فيخرج منه 16,000 من البترية، شاكين في الإسلاح، قراء القرآن، فقهاء في الدين، وقد طرحوا أجباههم وقد سمروا رسماتهم وهموا النفاق، وكلهم يقولون: يا ابن فاطمة ارجع، لا حاجة لنا فيه. خلاصة الرواية بشكل أسهل: الروم القرب وعدهم صلح وإيمان بالإمام. أصبهان مركز حركة لليهود قبل الظهر، والفقهاء المنحرفين يطهرهم الإمام. النجف مكان خروج راية الإمام وأرض آمن. بين كربلاء والنجف محور نزول وصلح الأول. كل هذا كان معكم ماني أحمد من استكان شاي.